ما تعبتش من الشيلة؟ شايل من فلان وواخد على خاطرك من علان، وعمال تجمع في مواقف وبتخزن جوه قلبك. عارف انت بتعمل في نفسك ايه؟ انت بتملى قلبك سموم وانت مش حاسس. في مرة حكيم طلب من تلامذته طلب غريب، قال لهم كل واحد يفتكر شخص بيكرهه ويجيب بطاية ويكتب عليها اسمه ويحطها في الشنطة ويشيلها طول اليوم. مع الوقت البطاطس دي بدأت تعفن وريحتها بقت صعبة جدا والشنطة بقت تقيلة ومقرفة. التلاميذ صرخوا مش قادرين نتحمل الريحة. فالحكيم بص لهم وقال لهم ده بالظبط اللي بتعملوه في قلوبكم لما تشيلوا كره ومواقف وحشة. الريحة بتخنقكم انتم والتقل بيهدكم انتم. المسامحة يا صاحبي مش معناها ان التاني صح، معناها انك قررت تنظف شنطتك وترمي التقل اللي تعبك. لما بنرمي شيلة البطاطس دي وننظف قلوبنا بنعرف اخيرا نتنفس ونعيش حياتنا بسكينة وبهجة. سكينة وبهجة مع محمد طارق، يوميا 5:00 مساء.